هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. النهاردة بقى هنعمل بانيه دجاج. هنعمله بطريقة سهلة قوي وكمان طريقة مظبوطة. هنتعلم ازاي يكون مستوي كده من جوه وطري بس كريسبي من بره ومقرمش، وطبقة الكريسبي كده الطبقة بتاعته ماسكة في قطعة الدجاج كده. هنعرف ازاي التركات بتاعته، وازاي كمان يعني الطبقة ما تسيبش كده عن يعني قطعة الفراخ وتسيب كده وتقع، لأ. هنتعلم الطريقة بتاعته الصح المظبوطة، وكمان طريقة التسوية، وكمان تتبيلة بجد خطيرة سهلة جدا. اول حاجة معايا نص كوباية من مية البصل، ومعايا معلقة كده كبيرة من عصير ليمون، يعني او ممكن عصرة ليمونة كده. ومعايا كمان معلقة كبيرة من الخل الأبيض، ممكن خل تفاح لو متوفر كمان. بس الخل بيخلي كده الأنسجة بتاعت يعني الفراخ طرية كده. ومعايا بقى كوباية من الزبادي. معايا بقى معلقة صغيرة من التوم باودر، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من البصل باودر والبابريكا، ومعلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل. والشطة اختياري، يعني لو مش عاوزين تحطوها خلاص، بس انا عشان بحب التتبيلة تكون سبايسي كده شوية. وهقلب وهي كده التتبيلة بتاعتي. مش عاوزة احط في التتبيلة يا جماعة اطعمة او توابل تخليه كده يعني يقلب معايا كأنه تتبيلة سمك مثلا، اللي هو زي الكزبرة والكمون وكده. بعدين بقى معايا كيلو من صدور الدجاج مقطعوها كده شرايح. ممكن احنا نجيب الصدور بتاعتنا، ويعني نقطعها احنا بالحجم اللي احنا عاوزينه، بس ما نخليهاش يعني رقيقه قوي ولا سميكه قوي، عشان لو رقيقه تنشف كده معانا، ولو سميكه هتبقى يعني مش هتستوي. لا، وكلها كمان يبقى بنفس السمك، مش هنعرف نعملها. يعني نجيبها من يعني اللي هتجيبي منه الفراخ يخليه هو يعني يقطعه لك. وبعدين هنزل بيها في التتبيله كده وهقلبها. هخلي التتبيله توصل لكل يعني كل قطعه، عشان تتبل كده معايا وتبقى حلوه كده. خلاص التتبيله وصلت للفراخ كلها. هسيبها بقى في التتبيله بتاعتها. طبعا يفضل ان هي تفضل وقت اكتر، يعني اي تتبيله بتبقى حلوه لما تفضل وقت اكتر. بس انا عملت يعني تبلتها، وبعدين بقى جهزتها بعديها بساعتين او 3، لان التتبيله بجد حلوه والتست بتاعها قوي، فهتدي طعم للبانيه بسرعه. معايا بقى هنا 2 بيضة، ومعايا بس ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعايا ربع كوب من الحليب، واخلطهم كده مع بعض. ده بقى عشان الطبقه بتاعه البانيه. ومعايا هنا بقى كوب من الدقيق، عليه معلقتين من النشا. النشا بتخلي الدقيق معايا يثبت، وبتخلي كمان يعني الطبقة تبقى معايا مقرمشة. بس وبقلبهم بقى كده مع بعض، ويعني دي بتكون جاهزة معايا. بجيب بقى بعد ما التتبيلة قعدت معايا ساعتين 3، بجيبها اول حاجة بنزل كده في الدقيق، يعني باخدها من الدقيق انا وانا بجهزهم كده، بحطهم بالترتيب عشان ما بهدلش الدنيا، وكمان يبقى الموضوع اسهل معايا. بحط كده الفراخ، وبعدين الدقيق كده بشيل من الدقيق، بحط في البيض كده، وبعدين بحطها في البقسماط. انا البقسماط بتاعي ممكن تستخدموا مثلا البقسماط وتكسروه كده تطحنوه، وبعدين تحطوا عليه بقى ممكن ملح، فلفل اسود، المنكهات اللي انتوا عاوزينها. او ممكن كمان تستخدموا اكياس الفيجيتار اللي هي بتكون جاهزة في السوبر ماركت دي، او ممكن كمان تجيبوا من عند العطار بقسماط جاهز اللي تستخدموه. بس المهم ان الطبقة دي تكون ناعمة، يعني كل ما كانت ناعمة كل ما كانت هتمسك اكتر في قطعة الفراخ كده ومش هتفك معايا. واحنا كمان بنعملها بضغط كده عليها بايدي عشان اثبتها واخليها تمسك كده في القطعة بتاعة الفراخ وما تسيبش مني.
بصفيها كده من خليط البيض ده كويس جدا عشان ما يكتلش معايا كده. وبعدين بحطها في البقسماط. بصوا وانا بعملها بضغط كده بايدي عشان الطبق تمسك من كل الجوانب، وبقلبها على الجنب ده والجنب ده. ومنساش الجانب برضو كده عشان ساعات مش بيكون يعني البقسماط جاي عليه، لازم اضغط كده. وكده بيكون جاهز معايا بقى. بخلص الكمية كلها وبعدين بحطه قبل ما اقليه في التلاجة. ممكن لو مستعجلين في الفريزر بس حوالي 10 دقايق الطبقة دي تمسك بتاعته. طبعا احنا مش عاوزين نحطه على بعض وفي نفس الوقت توفير المساحة، فانا بحط كده في النص كيس تلاجة عشان احط الطبقة التانية. ممكن اصلا خلاص نخزنه في الفريزر كده. ممكن نعمل كمية ونخزنه في الفريزر خلاص ونطلع القلي على طول. انا سبته في التلاجة حوالي نص ساعة وبعدين بدأت اقلي. يكون زيت غزير، ويكون يعني اول ما انزل بيه كده يكون الزيت سخن جدا والحرارة متوسطة. يكون الزيت سخن والحرارة متوسطة. اول ما انزل بيه الحرارة هتفضل متوسطة كده لحد ما تستوي. مش هعلي النار عشان ما ياخدش لون من بره وهو لسه مستويش من جوه، لا، وايدي فيه اقلبه على طول كده. بصوا مطلعينه بلون ذهبي و... ويعني اللون بتاعه بجد مظبوط جدا. وكمان هو مستوي من جوه، يعني هو بيقعد في النار حوالي 7 دقايق. ممكن طبعا ياخد اقل من كده، يعني اقل من 7 دقايق، من 5 ل7 دقايق على الجنبين. وبعدين ببدأ اطلعه. بصوا اللون بتاعه، حافظوا على اللون بتاعه، لان لما بيبدأ كده ياخد لون اغمق بيكون يعني مش الطف حاجة. وببدأ احط الكمية التانية. بصوا الزيت بتاعي سخن قوي. وبعدين بهدي النار بقى او بخليها متوسطة لحد ما يستوي برضو كده، وبقلبه على الجنبين وبعدين بطلعه. طيب لو احنا مش متأكدين اذا كانت يعني البانيه استوى ولا لأ، وانا ماسكاها كده بالماسك ومطلعاها، هتلاقوا القطعة معاكم ناشفة، يعني مش طرية، ويعني مش القطعة معايا مش طرية كده، لا، هتلاقوها ناشفة كده ومتماسكة وماسكة نفسها كده. يبقى خلاص هي كده مستوية معايا. خلصت الكمية كلها خلاص. بجد مقرمش كده من جوه. بصوا يعني الطبقة ماسكة في الفراخ كده مش سايبة. حقيقي بجد حلو ومقرمش طري من جوه. بجد حلو قوي وشكله جميل. لازم تجربوه بالطريقة دي، والتتبيلة تحفة. ولو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.